السلام عليكم. نشارك معكم واحد لاغوسيت. كنتو مشاهيين دجاج محمر بزاف وما كانش عندكم لي زانغريديون كاملين. هنا نشارك معكم واحد الوصفه ساهله دغيا كتوجد تحضروا لولادكم، تحضروها لرسالتكم لعائلتكم، سواء في الويكاند تفرحوا بهم. كتجي بنينه بزاف. غير تبعوا معايا الطريقه. هنا البنات ناخذ طريفه الدجاج اللي كانوا عندي، غسلتهم نقيتهم، حيت لهم البنات ديك الجلده من الفوق، ممكن نتوما تخلوها اللي كتعجبكم. عندي هناخدهم وغندير فيهم قطعات بالموس. غنضيف الثومه، غنضيف المصير، غنضيف القزبر معدنوس، ملحه، بصل، خرقوم، سكنجبير، شويه ديال الكمون، غير شويه راس معلقه، والزعفران شعره. ممكن نضيفوا ديك الدويمه وعصا ديال نص حامضه وشويه زيت العود. انا البنات كيعجبني الدجاج يكون محمض، داكشي علاش غنشرمل الدجاج ديالي، ندخل ديك الشرموله في دوك القطعات اللي درت، غنديرها في الكوكوت. وهناخد البصله، واحد تقريبا 2 بصلات كبار، تا هما نشرملهم في ديك الشرموله، وندير فوق البوطه، نقصهم حتى يتشحروا ليا مزيان، ونضيف عليهم الماء سخون. هنا البنات غنشارك معكم واحد لاصالات درتها بما طابليه الدجاج، راه دغيا كيوجد. عندي سلقت خيزو والكورجيت، انا تقلت لكم باش نشرح لكم. سلقتهم العافيه مهيله. سلقت خيزو الاول، عاد لحت الكورجيت من بعد. غنديرو هنا في واحد المقيله، غندير ليه ملحه، بزار، ثومه، زيت العود وقزبر معدنوس، ونشحرهم. هنا البربكه اللي كندير لها الملحه، البزار، شويه ديال السكر سنيده، غير شويه، والزبده، ونشحرها فيها، والبطاطا والدنجال درت لهم نفس الشرموله ديال الخيزو، غير هما دخلتهم للفران. كيتجي البنات لهاد لاصالات هادي تيقوني يا البنات جربوها، راه معروفه كانوا كيديروا لنا جداواتنا فاش كنا باقي صغار. كتجي بنينه يا البنات بزاف. انا شحال هادي نسيتها، مبقيتش عقلت عليها، ومؤخرا مشيت سولت جدتي عليها، كتجي بنينه. الدجاج ديالي في داك الوقت اللي طيبت فيه لاصالات هزيته، دخلته للفران تحمر ليا من الفوق بما الشرموله هي اختارته تعلكت ليا. وبصحه وراحه البنات، هذا هو الشكل النهائي.